ركزي معايا علشان هقولك على سحر البيت الهادي اللي مفهوش مشاحنات وحروب وطول الوقت زعيق وخناق وصوت عالي. اول حاجة التفهم، انتوا اتنين مختلفين عن بعض، كل حد فيكم اتربى بطريقة مختلفة، فاوكي ممكن تكونوا عكس بعض في حاجات كتير، لكن تفهموا الاختلاف ده، تفهموا انه الشخص التاني مختلف مش بمزاجه، يعني هو مختلف عشان هو اتربى كده، وانتي كمان انتي مش البريمو، يعني هو انتي كمان طلعتي كده علشان انتي اتربيتي كده، انتي مش احسن ولا هو اوحش، ولا انتي اوحش ولا هو احسن، هو انتوا بس مختلفين. فتفهم الاختلاف ده وهو جاي منين، وانه مش بايد الواحد ده بيريح كتير. تاني حاجة التغافل، عدي على قد ما تقدري تعدي، عدي كتير، لان اليوم بيكون فيه حاجات كتير قوي قوي، فلو ركزتي في كل حاجة، علقتي على كل حاجة، عملتي حوار على كل حاجة، ان كان مع جوزك او ولادك على فكرة، فده بيخلي البيت على طول مشحون ومتكهرب وملوش اي لازمة خالص. وعلى فكرة لما بتفضلي تعملي كومنت على كل حاجة، الحاجات الكبيرة بجد اللي مستاهلة الكومنت بتاعك هما ما بيسمعوهاش، ولا جوزك ولا ولادك، لان هم اصلا اوريدي دماغهم بقت قد الدنيا منك. فمتفضليش تركزي في كل حاجة وتعلقي على كل حاجة، عيشي وسيبيهم يعيشي، give space. تالت حاجة مهمة جدا، وهي ان الشيطان بيفضل يلعب في دماغك في كل حاجة. كل حد فينا ليه دخلة، مثلا لو دخلتك انا جوزي ممكن يخوني، هتلاقيه وهو راجع من الشغل عادي، مثلا لو اتأخر شوية الشيطان هيجيلك، يا ترى هو مع حد ولا لا، يا ترى بيتكلم في التليفون ولا لا، يا ترى قلب في تليفونه ولا لا. كل الحاجات دي بتيجي لكل الناس مع اختلاف شخصياتها، هو بيدخل لكل حد فينا من الحتة بتاعته، فانتي صحصحي له، اول ما يجيلك من حتة استغفري ربنا واعرفي ان هو ده من الشيطان، وانه مفيش حاجة طالما مفيش دليل قدامك على حاجة يبقى هو مفيش حاجة. ما تكبريش الموضوع جواكي علشان الشيطان هيفضل يلعب بيكي رايح جاي رايح جاي. دول التلاتة بس انا فاكراهم دلوقتي، لما اجمع حاجات تانية هقولكوا عليهم. على فكرة ساعات بنتخانق في بيتنا عشان محدش يفهم غلط، بس الحمد لله يعني بيكون من فترة للتانية.